كلام الناس. معظم الشباب دلوقتي بيكونوا عايشين أسرى لكلام اللي حواليهم وآرائهم، وللأسف ده بيكون سبب من ضمن أسباب الفشل أو عدم التقدم والإنجاز. فلو حضرتك واحد من ضمن الشباب اللي بيخافوا أو بيعملوا حساب لكلام الناس ودايما حاسس إن كل اللي حواليك مركزين معاك، تابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا كده خليني اوضح لك ان الانسان كائن حي اجتماعي بالفطره، بيعيش ويتعايش وبيأثر في غيره من البشر، ولكن برضه بيتأثر بغيره. وعلشان كده لازم تعرف ان ربك سبحانه وتعالى خلقك في مجتمع مكون من اب وام واخوات واصحاب ومعارف علشان تتعامل معاهم بشكل يومي، وده اختبار الهي من ربك سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. اسمع معايا كده ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني بكل بساطة ربك سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في كل شيء، مختلفين بقى في الشكل، في الثقافة، في طريقة التفكير، في المعتقدات، وحتى في المكانة الاجتماعية. وعلشان كده حضرتك لازم في حياتك اليومية هتقابل الوحش وهتقابل الحلو، هتقابل شخص يدلك على فعل الخير ويكون سبب أساسي في إنك تقرب من ربك سبحانه وتعالى، وبرضه هتتكعبل في اللي يسحبك لطريق الذنوب والمعاصي ويبعدك عن كل الطرق اللي توصلك لربك. بس السؤال هنا بقى، انت هتكون مع مين؟ هل هتنجح في الاختبار وتتبع اللي يقربك من ربك سبحانه وتعالى، ولا هتفشل في الاختبار وتعمل العكس؟ ودي بقى كانت اول نقطة حبيت اوضحها لك يا صديقي، وطبعا انت ليك حرية الاختيار. طيب النقطة التانية بقى، حضرتك كإنسان في حياتك اليومية بتمر بمواقف كتير جدا بتحتاج فيها قرارات مهمة، وطبعا كلام الناس ونظراتهم وانطباعاتهم وآرائهم فيك بيكون ليهم دور كبير جدا في تنفيذ القرارات دي. بس أحيانا كلام الناس ورأيهم بيكون صح ومن مصلحتك إنك تنفذه، وأحيانا برضه بيكون غلط وبيكون سبب في ضرر كبير جدا ليك وبيخليك ترجع تندم في النهاية. ولكن المشكلة الكبيرة بقى لما تكون حضرتك قدام قرار حاسم وهيغير مسار حياتك بالكامل فيما بعد، وبتكون عارف الصح كويس قوي، ومع ذلك بتركن الصح على جنب وبتبدأ تمشي ورا كلام الناس وتعطل نفسك عن تنفيذ قرارك المصيري. وكل ده بيكون بحجة انه ما ينفعش ازعل الناس مني او ما ينفعش اعيش لوحدي، وانا متفق معاك جدا انك ما ينفعش تزعل حد منك، وبرضه ما ينفعش تعيش لوحدك، ومهم جدا انك تسمع وتعرف ايه هي اراء ووجهات نظر غيرك، علشان بكل بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشير اهل بيته واصحابه قبل اتخاذ اي قرار. وعلشان زي ما اتفقنا ان الانسان بطبعه اجتماعي وكلنا متفقين ان احنا ما نقدرش نعيش لوحدنا، فجميل جدا ان حضرتك تسمع لاراء واقتراحات وتعليقات الناس اللي بتثق فيهم. مش عيب على فكرة، ولكن لازم تفهم ان القرار الاول والاخير هو اللي انت هتكون مقتنع بيه، مش اللي الناس مقتنعة بيه او هيحاولوا يقنعوك بيه. مادام مش حرام يعني ما بيغضبش ربك سبحانه وتعالى، ولا عيب يعني ما بينافيش الاخلاق، ولا غلط يعني مش هيوقعك في مشاكل، اعتمد على الله ونفذ، واركن كل كلام الناس وارائهم وتعليقاتهم سواء السلبية او الايجابية على جنب، وما تحكمش على نفسك بالسجن الوهمي. ولازم تعرف ان كلام الناس مهما كان سواء مدح او ذم او اراء او حتى تعليقات ما يهمكش في اي حاجه، ما يهمكش ما دام هيتعارض مع تحقيق هدفك، واهم اهدافك طبعا هو رضا ربك سبحانه وتعالى. فلو حضرتك عارف الصح وواثق منه كويس قوي، بلاش تلتفت او تسمع لاراء غيرك علشان ما تعطلش نفسك. وافتكر دايما المقوله اللي بتقول من راقب الناس مات هما. طيب عارف ليه بقى اللي بيراقب الناس هيموت من الهم والحسره؟ لانه في كل حركه وكل سكنه في حياته هيسأل نفسه: يا ترى الناس هيقولوا عليا ايه؟ لو لبست كذا هيشوفوني ازاي؟ طيب لو اكلت كذا يا ترى هيعملوا ايه؟ طيب لو اتكلمت بالطريقه الفلانيه يا ترى هيكون ايه رد فعلهم؟ وعلشان كده احب اقولها لك بمنتهى الوضوح: مالكش دعوه بكلام الناس طول ما انت ماشي في الصح، وتاكد ان واثق الخطى يمشي ملكا. فخليك دايما واثق من نفسك ومن تصرفاتك، علشان اللي بيخاف من الناس ومن كلامهم بيكون ضعيف الشخصيه، والناس اللي حوالين نفسهم هم اللي بيوصفوه بضعف الشخصيه. وطبعا كلنا بلا استثناء سمعنا عن الجملة الشهيرة اللي بتقول فلان ده كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه. فلو حضرتك مشيت بالمبدأ ده هتلاقي نفسك كل يوم برأي وشكل ولون مختلف، لأنك مش عارف أنت عايز إيه، وهتكتشف إنك ماشي ورا الناس وخلاص، وما بتخافش غير منهم وما بيشغلكش غير رضاهم، وبرضه مش هترضيهم مهما تعمل. فنصيحتي ليك ركز في نفسك وفكك من آراء وكلام غيرك مهما كانوا، وتخلص بقى من إحساسك الوهمي بإن كل الناس مركزة معاك وعينيهم عليك، علشان والله ما في حد فضيلك. والناس اللي انت خايف من آرائهم وانتقادهم ليك دول والله انت في الغالب ما موجود في حساباتهم أصلا، وكل القصة دي بتكون مجرد خدعة أو وهم شيطانك بيوهمك بيه علشان تفضل قاعد في مكانك وما تقدرش تتقدم ولا خطوة. وفي النهاية بقى
لو تأملت معايا في كتاب ربك هتلاقي إن ربك سبحانه وتعالى أمرك إنك تخاف منه هو وبس، وما تخافش ولا تشغل بالك بالناس ولا كلامهم ولا آرائهم ولا مناصبهم ولا حتى سلطتهم، وده بنص قول الله تعالى في سورة التوبة: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني في مجموعة من الناس قالوا المجموعة من الناس مؤمنين إن في مجموعة من الناس تانية جمعوا لكم سلاح ودبابات وجيوش وهيعملوا فيكم بلاوي، فخافوا منهم. فكان الرد بيقين من المؤمنين الصادقين أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنت كفاية علينا يا رب، مش عايزين غيرك يا رب، مش عايزين غير رضاك أنت وبس يا رب، وأنت نعم الوكيل والحفيظ والكافي من كل شر وهم وكرب. فأحب أقول لك سيبك من كلام الناس وآرائهم وخليك مع رب الناس واسمع كلامه وهو هيكفيك. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.